السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نشرة أسعار العملات يقدمها لكم عمرو علي من قناة أخبارنا اليوم. رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من الأخبار أولا بأول. وإليكم نشرة الأسعار بعد الفصل. أهلا بكم. شهدت العملات الأجنبية اليوم تغيرا طفيفا في أسعارها خلال تعاملات البنوك اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023، ويرجع هذا الاستقرار النسبي في التعاملات خلال اليوم إلى قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى حزمة القرارات الأخرى ومنها إصدار شهادة 25% داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك في محاولة منه لمواجهة السوق السوداء وتخفيف الضغط على الدولار وباقي العملات الأجنبية. وفيما يلي بيان بأسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية اليوم. ونبدأ بالدولار: 29 جنيه 82 قرش للشراء، 29 جنيه 92 قرش للبيع. اليورو: 32 جنيه 41 قرش للشراء، 32 جنيه 52 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني: 36 جنيه 97 قرش للشراء، 37 جنيه و10 قروش للبيع. الريال السعودي: 7 جنيه 94 قرش للشراء، 7 جنيه 97 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي: 8 جنيه 12 قرش للشراء، 8 جنيه 14 قرش للبيع. الدينار الكويتي: 97 جنيه 71 قرش للشراء، 98 جنيه 5 قروش للبيع. اليوان الصيني: 4 جنيه 40 قرش للشراء، 4 جنيه 42 قرش للبيع. وفي النهاية نشكركم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار وأسعار خلال اليوم.